السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا مساء الستر عليكم. النهاردة قصتنا من قلب الريف، من أرض زي اللي شايفينها قدامكم دلوقتي. مكان بسيط بس حصل فيه موقف خلى ناس كتير ما تقدرش تنساه أبدا. قصة بدأت بشجرة قديمة وانتهت بحقيقة محدش كان يتخيلها. تعالوا نشوف قصتنا بتقول ايه. بس قبل ما ابدأ قصتنا النهاردة ما تنسوش تسموا الله وتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تعملوا لايك حلو منكم وتكتبوا لي كومنت حلو وتقولوا لي بتتابعوني من اي بلد وتشاركوها مع اصحابكم عشان نكبر مع بعض. بالله عليكم حاولوا تشاركوها مع اصحابكم وتعملوا لايك حلو منكم عشان القناة تكبر ونبقى كده ايه ان شاء الله كبير، نكبر كده ونبقوا مع بعض بإذن الله. طبعا انا مش هكبر غير بيكم. فتعالوا بقى نشوف القصة النهاردة ان شاء الله، وان شاء الله انتوا قدها. قصتنا النهاردة عن الشجرة اللي بيقولوا عليها مش طبيعية. في حاجة او في شجرة بيتقال عليها شجرة مش طبيعية. ما هي شجرة زي اي شجرة، بس الشجرة دي كل الناس قالت عليها انها مش شجرة مش طبيعية. في اخر الغيط عند حدود ارض قديمة كانت واقفة شجرة كافور كبيرة. محدش كان بيقرب منها، والناس كانت دايما تقول عليها الشجرة دي شجرة مش مريحة، شجرة متعبة، كل اللي يقعد تحتها يتعب. كانوا بيتشائموا منها، كانوا ما بيحبوهاش. لكن الحقيقة الحدوتة ما كانتش في الشجرة، الحدوتة كانت في اللي حصل تحتها من سنين. من 18 سنة الفجر لسه ما أذنش، وراعي غنم معدي من الغيط شاف راجل نايم تحت الشجرة وما بيتحركش. قرب وندى، ولما هزه من كتفه راح وقع على الأرض. وهنا كانت الكارثة. راعي الغنم اتخض ويهز وينده، بس مفيش صوت، محدش بيرد. الراعي ده جري على البلد وقال لهم الحقوا، في راجل ميت عند آخر الغيط. لكن الغريب إن ولا واحد من البلد كان يعرفه، لا اسمه ولا شكله ولا هو جاي منين. والأغرب إن بعد ساعات من موته ملقوش في جيبه غير مفتاح صغير ومنديل عليه حرفين بس، ميم سين. وبرضه ولا واحد من البلد قدر يعرف يعني ايه ميم سين. البلد كلها اتجمعت وقالوا احنا لازم نكرم الراجل اللي ميت ده وندفنه. احنا هندفنه في مقابر الأغراب، عندهم مقابر عاملينها للأغراب. البلد لما قالت كده قرروا ان هم يدفنوا الجثمان. لكن اول ما نزلوا الجثمان الارض اتملت ميه، حفرة ناشفة، وفجأة ميه طالعة من تحت. الناس اتخضت. الشيخ قال ده ليه سر، وربنا بيقول لينا استنوا. فدفنوه في جنب المقابر مؤقتا، والسر اتقفل عليه. بعد اسبوع واحد من دفنه ست كبيرة وقورة ظهرت في البلد بتسأل عن راجل اسمه محمود سليمان. الناس قالت مفيش غير راجل مات من كام يوم، بس ما كانش معاه ورق ولا اي حاجة تثبت هو مين. الست قعدت على الارض تعيط وقالت جملة خلت كل اللي واقف يتجمد. انتوا ما تعرفوش عنه اي حاجة خالص؟ قالوا له احنا ما نعرفش عنه حاجة، احنا بس لقينا معاه المفتاح ولقينا معاه المنديل اللي مكتوب عليه ميم عين. قالت لهم ده جوزي، وده المفتاح اللي كان دايما شايله في جيبه، المفتاح اللي يخوف. الكلمة دي وقعت على البلد كلها، خلت البلد كلها تبكي على بكائها. الست قالت ان جوزها كان عنده اخ واحد، والاخ ده كان طمعان في ارض ابوهم. الاب كتبت الاب كتب الوصية ان الارض بعد ما يموت لابنه ده وده للاتنين.
بس المفتاح ده كان مفتاح خزنة فيها ورق الملكية الأصلي. والست كانت متأكدة إن جوزها ما ماتش موتة طبيعية، وقالت هو ما يستحملش يقعد تحت شجرة ساعة، جاله ايه فجأة؟ محدش قدر يرد لأن محدش يعرف ايه اللي حصل. هما لقوه متوفي، وراعي الغنم لما جه قال لهم أنا بهز وقع في الأرض. فهو ده اللي حكاهولها أهل البلد لمراته، ومراته ما هياش عارفة ايه اللي حصل له فجأة. في اليوم اللي بعده الأخ التاني طلع فجأة في البلد، بس عيونه كانت حمرة جدا وتعبان. ولما سمع ان مراته عرفت مكان جوزها وشافت المفتاح، حاول ياخده بالغصب. لكن واحد من الرجالة الكبار قال ليه لو المفتاح مش ملكك خايف ليه؟ الراجل انهار واعترف انهم اتخانقوا الليلة اللي قبل موته، وقال سبته وراح، بس ما كنتش قصدي يموت. لكن الست قالت انا جوزي ما ماتش وقت الخناقة، ده خرج من البيت سليم، يبقى مات في الغيط وسر موته تحت الشجرة. واحد من كبار السن في البلد قال احنا عارفين الشجرة دي جواها عيش دبابير قاتل. ايوه. والتاني قال نفس الكلمة، الشجرة دي جواها عيش دبابير قاتل، اي حد يقعد تحتها وقت معين بيتسمم. فالحقيقة ان الراجل ما ماتش مقتول ولا متعمد، ده اتسمم من لدغة دبور نادر كان عايش في الشجرة دي. والأخ مكان، وأخوه ما موتهوش، بس هما اتخانقوا، وكان سبب من أسباب إن خلى أخوه يروح يقعد تحت الشجرة اللي فيها عيش الدبابير، اللي جواها عيش الدبابير، وأي حد يقعد تحتها بيموت. عارفين ازاي ان الاخ ما قتلش اخوه بس سبب في موته؟ سبب في قهرة اخوه، وان هو يروح يقعد تحت الشجرة ويموت ويتسمم. ده حاجة كبيرة قوي، والاخ ما بيتعوضش. الحقوا نفسكم والله، ولا مال بيقعد ولا حاجة بتقعد، الاخ هو اللي بيديم لاخوه، وفي الاخر السيرة هي اللي بتقعد. ودي كانت قصتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تكتبوا لي كومنت حلو منكم وتقولوا لي بتابعوني فيه من اي بلد، وكمان تكتبوا لي كومنت حلو وتصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايزاكم تفجروا الكومنتات بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، تعملوا لايك حلو منكم وتتابعوها مع اصحابكم علشان ان شاء الله نكبر مع بعض والقناة تكبر. ان شاء الله القناة مش هتكبر الا بيكم. سلام، مع الف سلامة.